من الحاجات الحلوه في رمضان بعد الفطار او السحور كوبايه القهوه. فالنهارده احنا عند احمد مولانا علشان نشرب احلى شويه قهوه على الرمل. اللي بيشرب القهوه من عند مولانا من زمان اكيد عارف انه من الاول كان عنده عربيه صغيره، وتقريبا كان اول واحد عمل عربيه قهوه على الرمل في بنها، ومن احسن الناس اللي بيطلع شويه قهوه على الرمل رايقين. دلوقتي مولانا بقى موجود في محل في الفلل، اول شارع قصاد مكتبه مصر العامه جنب اسماك المنشاوي. مولانا مشهور بالقهوه على الرمل، وعنده برده مكنه للقهوه الاسبريسو علشان كيفه الاسبريسو والكابتشينو واللازم منه. كمان عنده مشروبات غازيه واللي اتاكدت بنفسي انها مش من ضمن المنتجات المقاطعه. عشا مولانا الله يوسع عليك. وطبعا بقى الاندومي بكل انواعه. طلبنا شويه قهوه كده ووقفت اصوره وهو بيسويها ويظبطها، ولقيته بيقول لي اعمل لك قهوه وانا مغمض يا سندباد. قلت له عالمي يا مولانا، انا عارف انك حريف من زمان، بحب اشرب من عنده القهوه البندق، بيعملها بطريقه مميز بيها من زمان كده. بيحط الاول شويه كريمه في الكوبايه وبعدين يصب عليها القهوه، بيحط فوق الوش كده شويه شوكولاته بودره. احلى لايك يا مولانا، واحلى قهوه في رمضان مع الصحاب الحلوه. كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه يا غاليين. اشوفكم في فيديو قريب وجديد. مولانا الجرايد يا عم ارحم امك يا ابو ضهير.